هذه المرثية كتب كلماتها الشاعر طه عنان على لسان الأخ نذير يحيى علي إسماعيل زايد وإخوانه إلى روح الفقيد عمهم الشيخ محمد علي إسماعيل زايد رحمة الله تغشاه. ألحان ديلمي الديلمي، أداء عبد الكريم الشجني، تسجيل استوديو الفخامة، المهندس حسين الريمي. خط يا حبر من دمعي ويا أبياتها قهر قلبي وحزني، من خبر مزق أحشائي وسبب أساتي يا كبر غبني. فجعة قد سببت لي شتاتي، كيف موت الطعني كالنذير ابن يحيى صدق ضاقت حياتي، وموت عمي قهرني. موت عمي محمد بن علي هد ذاتي، بعده كسرني. مات من كان مرجعنا ومصدر ثباتي، صرت يا حيد مبني. راح من كان منصف جيد رجال عاتي، شيخ بالعز معني. كان فزاع مع المسكن وله مكرماتي، كم فراقه وجعني. لو تشوف حال ابنك مصطفى في عزاتي، وكيف محمد يباكي، كيف ضاقت على اسماعيل كل الجهات، يا باه غابني. أنت من كنت قدوة للعيال والبنات، للجميع كنت تبني. كان علي حين يشوفك ساعة الضيقات، كنت تشعر بحزني. بعدك أصبح نذير ضايع حزينة حياتي، وين قد سرت عني. ليت والله وإن الموت يقبل وفاتي، صدق ويعيش عمي. كانت آخر وصاياه أذكر في صلاتي، والدعاء له بلسني. رحمة الله عليك يا عم عدار مالي، وعد قطرات موزني. واسأل الله يجزي عمي المكرمات، وسط جنات عدني. ويغفر الله زلات الرحيم العصاة، وانت يا رب معني. والختام الف صلى الله على خير هادي، الذي قد هداني. فالصلاة على النبي طه تنور حياتي، ألف صليت مني.